ازيكم يا جماعه وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا بتستفادوا حاجه من الكلام اللي بنزله على البيج. وحقيقي الفيدباك بتاعكم مهم جدا بالنسبه لي سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف. احنا جايين النهارده نعمل ايه؟ جايين النهارده نتكلم عن البلوج التالت اللي احنا كنا قايلين هنتكلم عنه، هو الكيس ستادي اللي هو اللوجو بتاعه ده. هنتكلم في الكيس ستادي عن مواقف بتعرض للشركات، فمنها اللي بياخد باله منه من المواقف دي وبيستغلها فبيبقى ماركت ليدر، او بالعربي يعني واكل السوق كله. وموقف تاني شركات ما تاخدش بالها منها، فده بيؤدي ان الشركات بتقع اصلا، زي شركات نوكيا، زي ما شركه نوكيا ما خدتش بالها ان في حاجه اسمها تاتش سكرين نازله السوق، وادى ذلك ان الشركه وقعت خالص. النهارده هنتكلم في اول فيديو لينا عن الكيس ستادي عن الشركه اللي طردت ماكدونالدز بره امريكا. استنى ما تقفلش الفيديو، الكلام ده مش كلام من عندي، ده كلام بالمستندات. الشركه دي او المطعم ده اسمه ان اند اوت برجر. هو اتعمل في كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا في أمريكا سنة 1948. من ساعة ما فتحوا المطعم ده كان عندهم كلير فيجن عايزين يوصلوا لها، إن إحنا مش مطعم بيأكل الناس ويدفعوا فلوس ويمشوا، لا إحنا بنبني كوميونيتي، عايزين الناس يبقى ليدز بالنسبة للمطعم، يعني بمعنى صح مخلصين جدا للمكان. فده تم من خلال إن هم راعوا الاستاف اللي هم شغال معاهم، عشان الاستاف ده هو اللي بيقدم السيرفيس اللي بتوصل للكاستمر بتاعنا اللي هو بيجيب لنا فلوس في الاخر. فهم اهتموا بالاستاف بتاعهم ازاي. مبدئيا كل يوم اول ساعه من الشغل بتبقى بتاخد عليها اكسترا $10. ليه اول ساعه؟ عشان فكره الواحد بيبقى جاي مخنوق من المواصلات ويمكن مثلا عنده مشاكل شخصيه، فما انا اجذيب حاجه زي كده كويسه، ده هيؤدي ان هو هيعامل العميل بشكل كويس ويقدم السيرفيس بافضل شكل ممكن. دي اول حاجه. تاني حاجه، في حاجه في الاتش ار اسمها تيرن اوفر، او بالعربي يعني الناس بيسيبوا الشغل بسرعه. التيرن اوفر دول في الشركه دي او المطعم ده بنسبه كبيره مش موجود. ليه؟ عشان خاطر بيراعوا الناس كويس جدا، فده بيؤدي ان الناس بتحب الشغل ما بترضاش عايزه تمشي من المكان ده. تالت حاجه، عشان توصل تبقى مانجر لبرانش من البرانشز بتاعتها، انت لازم تبقى بادئ من تحت خالص، من اول ويتر وكاشير حتى لو كنت اوفيس بوي عشان توصل لتبقى مانجر. ده بالنسبه يهتموا بالاستاف ازاي. بالنسبه للسيرفيس اللي هم بيقدموها للكاستمرز، ده اول حاجه في السيرفيس اللي هم بيقدموها. مبدئيا الوجبات بتبقى اورجانيك، البرجر بيبقى صابح كل يوم، وعاملين وجبات فطار والجو ده زي اللي استغلتها ماكدونالدز. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، عندهم اسامي الوجبات غريبه جدا، في حاجه اسمها 4 باي 4، في حاجه اسمها دبل الدبل. دي اسامي وجبات غريبه جدا. دي مثلا زي الكومبو والوجبات التانية اللي بتبقى موجودة في ماكدونالدز. بس كان يوم ان انت في شركة وطالب في اللانش وجبة اسمها 4 باي 4، كل الناس هتبص لك ايه هي وجبة 4 باي 4. فدي حاجة بتجراب اتنشن للبرودكت بتاعك وليك انت شخصيا وللكمباني كمان. تمام، دي تاني حاجة بيقدموها. تالت حاجة وده الأهم اللي احنا قلناه في البداية، ان هم بيبنوا كوميونيتي. الناس اللي هناك أغلبيتهم بيبقوا عارفين بعضيهم، بيبقى في شير نوليدج مثلا، ويشوفوا اخبارهم ايه وعاملين ايه والجو ده، اللي هو زي ما هنا شغل القهاوي اللي هنا في مصر. فده حاجه بنوا كوميونتي من خلاله. احنا كنا بنقول ان هم طردوا ماكدونالدز بره امريكا. ازاي الكلام ده؟ احنا عندنا ماكدونالدز وان اند اوت برجر. ماكدونالدز عندها 32,000 فرع حوالين العالم، بيتحقق ارباح من 72 ل 74 بليون او مليار دولار كل سنه. هنا عندنا ان اند اوت برجر عندها 250 فرع بس، بتحقق ارباح 500 مليون دولار كل سنه. لو حسبت برسنتج ما بين الاثنين هتلاقي ان البروفيت بتاع ان اوت برجر اعلى بكتير من اللي بتحققه البروفيت اللي بيحققه ماكدونالدز. هو الموضوع شيق جدا، ولو عايزين تعرفوا اكتر فيه ممكن ترجعوا للسورس اللي انا جبت منه الكلام ده. هو كتاب ماركتنج مانجمنت بتاع بروفيسور كوتلر، ليب كوتلر، اديشن 14. وبرده الرابط بتاعه هتلاقوه في الفيديو، في الديسكربشن بتاع الفيديو بتاعه. شكرا جدا لوقتكم، ولايك لو عجبك الفيديو، وشير في الخير. ولو عايز يجيلك فيديوهات تاني ممكن تعمل سبسكرايب للقناه.